يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده بيتكلم عن ايه؟ عن آه ان احنا اوقات كتير قوي بندخل في حتة اكتئاب من غير ما نحس، من غير ما نشعر. بنلاقي نفسينا في حالة كده لا يرثى لها. طيب، لو اتجنبنا شوية الحاجات اللي انا هقول لكم عليها دي، مش هندخل في حتة الاكتئاب. طيب، ايه هي الحاجات دي؟ هي ان انا مخليش مزاجي مربوط برأي الناس فيا. يعني انا الناس حباني قوي النهارده، فانا ابقى سعيد وراضي عن نفسي. الناس كرهاني قوي النهارده، فانا ابقى متضايق وازاي والوم نفسي. يا جماعه معلش، يعني هي الناس اللي بتقولك ان هي كرهاك دي او اللي هي صادر منها ده، يعني بالعقل كده، دي اولا ناس مريضه. معلش يعني، لان كلنا بنغلط. هي كرهاك نتيجة فعل، ما انا المفروض لو انا انسان سوي مصدرش كرهي للي قدامي. خلاص انا كاره حاجة فيه او متضايق منه في حاجة، ياجي اقول له عشان يتجنبها معايا، يا خلاص ما بيني وما بينك صباح الخير، ومحطوش في نفس المكان اللي انا حاطه فيها، وابعد عنه، مش اذيه نفسيا. ده البني ادم السوي الطبيعي. فاحنا لازم ما نخليش مودنا يتغير بناء عن رأي الناس فينا. من الآخر ماشي، عندنا وقت فراغ، تاني حاجة عندنا وقت فراغ نشغله، نتفرج على مسلسل لطيف، نقرا قرآن. يعني ايه رأيكم يا جماعة تخلوا ورد كل يوم، ان شاء الله حتى جزء، لو قسمتها بعد كل فرض من الفروض 5 صفح، هتلاقي نفسك، او 3-4 صفحة على حسب يعني كل فرد. هتلاقي احنا عندنا 5 فروض، الجزء 21 صفحة. قسمهم، مش هتحس بيهم ان شاء الله. حتى وانت رايح مواصلات شغلك، وانت راجع بقيته كمله. مش هقولك ان انت تبقى متفرغ اليوم كله وتجزأ والكلام ده، عشان ممكن تنسى. هيفرق معاك، هيفرق معاك جدا. قول اذكار الصباح والمساء، هيفرق في نفسيتك على فكرة جدا. استغفر كتير، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام كتير، قول لا حول ولا قوة الا بالله. قول لما تحس ان انت مش قادر تستوعب الموقف اللي انت فيه، قول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف عليا خيرا منها. انا لله وانا اليه راجعون. يعني عادي، قول الحاجات دي هتفرق. قول لا حول ولا قوة الا بالله. كل الحاجات دي بتنزل على قلبك بسكينة وبيسر وبهدوء نفسي، تفرق جدا. خليني برضو ارجع اكمل معاكو تاني، اقول ان اتكلمنا عن الحاجات دي، الاسباب اللي المفروض ان انا اعملها عشان ما يحصل ليش حتة الاكتئاب. معيش بعقلية اللي هو ايه، اتصرف بعقلية الضحية، اللي هو اصلا انا كنت محاط ببيئة. ما انت اللي بتختار البيئة المحيطة بيك. الصحاب، انت رايح لدايرة صحاب مش حلوين، فما تجيش تقولي انا ضحية ليهم خالص. ما تجيش تقول اصلا انا اتولدت مش عارف ايه وفي بيت ايه. ما هو اخوك اللي في نفس البيئة اللي انت منها طلع حد تاني، حد شاطر، حد طموح، حد تمام. كمان الفقر، دور على اي مصدر حلال يجيب لك مال، وهتلاقي بركة في المال ده. والشغل مش عيب، واللي عايز يلاقي شغل هيلاقي شغل، هيخلق شغل، وربنا بيرزق كل واحد. وكمان لما بتسعى يعني ربنا بيديك. كل ما بتسعى كل ما ربنا بيكرمك. انما انا حد قاعد ومستني ان انا يجيلي، اوكي، انت ليك رزق في حاجة هتاخدها، بس برضو انا لو سعيت ربنا هيديني اجر على السعي ده. وغير كده وكده، هو الشخص ده سعى، فانا هحطه في الحتة الفلانية،
هديله الحاجة الفلانية عشان هو سعى. تمام. ما اعتمدش على الاخرين في حياتي. زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، ما خليش ان انا معتمدة على الاخرين في الحاجات اللي هما بيدوهاني، ما تبقاش اساسية ولا ضرورية بالنسبة لي. ليه؟ لان وارد الحياة يعني بتلهي. خلينا نفرض حسن النية في الناس ان الحياة بتلهينا عن بعض. حصل لي كذا، حصل لي كذا، حصل لي كذا، انت في بالي بس مش قادر اديكي الحاجة دي دلوقتي، مش قادر اديك ان اوفر لك الحاجة اللي كنت بوفرها لك نتيجة الضغوط المحيطة بيا. ماشي. وكلنا مش مطالبين ولا فرض علينا او ملزمين بشيء ما ان احنا لازم نعمل الحاجة دي للي قدامنا. فما تعتمدش على الاخرين في حياتك. no way. ماشي. كمان خليني اقولك ان انت مجرد تفكيرك في موقف فات فده بيخليك تخش في اكتئاب، اللي هو ممكن تلوم نفسك اصلا. هو انا عملت الموقف الفلاني ده ليه؟ هو انا ما تصرفتش بالتصرف الفلاني ده ليه؟ ليه افضل ان انا اخش في دور ان انا الوم نفسي طول الوقت؟ لا، طب ما تخليك ايجابي مع نفسك. فكر بشكل ايجابي، اتعلم من اللي حصل لك، بس ما فكرش بشكل سلبي. يعني افتكر اللي فات بشكل ايجابي، مش بشكل سلبي. ان انا لا، انا عملت الحاجة الفلانية فلازم انا اتعلمت 1 و2 و3 منها، فابتدي بقى ايه وانا بتصرف اي تصرف حطت الحاجات اللي اتعلمتها دي قدامي، عشان انا اتعلمت الحاجات دي فهاخدها توجهني في حياتي في الفترة اللي جاية. انما انا بفتكر الحاجات اللي بتضايقني وبس وحاطتها قدامي وبقعد عمال بعيط، يعني ايه وجه الاستفادة؟ ما انت دخلت نفسك في المود اللي يخليك مكتئب. يعني بالراحة على نفسكم. ما ابتلى الله عبدا الا انه هو بيحبه، وما احزن عبد الا انه هو هيسعده. ربنا بيحبنا والله يا جماعة، مش جايبنا عشان يعذبنا. يعني ربنا بيحبنا بس بمنتهى البساطة. فيعني الدنيا حلوة وكويسة، نحاول نشوف الحلو اللي فيها. كلنا بنمر بمشاكل، كلنا بنمر بحاجات كتير وابتلاءات في حياتنا، وفي اللي عندنا الأمراض اللي في حاجات كتيرة جدا. بس لازم نبقى واثقين ومؤمنين بربنا، وكمان نحاول نخرج نفسينا من أي حاجة ممكن تأثر في نفسيتنا، ومحدش هيخرجك من ده غيرك. ما تستناش صاحب يجي يخرجك، ما تستناش حد يمدلك ايده. انت مد ايدك لنفسك، انت اسند نفسك. شكرا.